دلوقتي انا عادي. دلوقتي قلوقه هتعمل شويه قلقاس حلوين عشان نتغدوا بيهم. دلوقتي قلقاس جميل اهو هنعمله. طبعا ابو حازم قال لي اعملي لي شويه قلقاس يا ام حازم بالسلق. دلوقتي هنعمل حبه قلقاس بالسلق. دلوقتي ما عندناش فرخه. هنعمل ايه؟ نجيب حبه شوربه على قدنا بقى. نجيب شويه شوربه كنت متخزناهم في الثلاجه. دلوقتي نيجي نشوفها اهوت. حطينا ايه؟ حطينا شويه شوربه اهي كانت عندنا مخزنينها في الثلاجه. هنروح حاطين عليها كده اهو القلقاس. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي. الله اكبر. دلوقتي حطينا شويه القلقاس اهم. هنعلي البوتاجاز كده شويه لغايه ما يتسلقوا، وبعد ما يتسلقوا هنروح حاطين عليهم حبه السلق، وبعد كده هنطشهم بالثوم. هنسلقهم الاول ونحط عليهم حبه السلق، وبعد كده بقى نيجي نشوف بقى ايه الثوم واحنا احنا بنطشه زي الملوخيه. عادي. دلوقتي انا عادي. هنعملها ونروح طشين بقى القلقاس زي الملوخيه بالظبط اهوت. عشان ابو حازم عاوز طبعا القلقاس بالسلق، نفسه كان جاي للسلق يعني القلقاس بالسلق. دلوقتي بعمل التومه اهوت. بعد ما تتحمر اروح طشها على الايه؟ على القلقاس. وبعد كده اعمل الرز اهو على النار لسه بيستوي. وهنعمل حاجه اسمها الشطيطه، هبوريها لكم بتتعمل ازاي. تتحمر وبعدين ارجع لكم تاني. دلوقتي عملنا التومه اهي حمرناها، بعد كده نروح طشينها اهي على القلقاس. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي. اهي اهي بعد كده نقلبه كده اهو ونسيبه شويه على النار. بعد كده نطفي عليه بالهنا والشفا عليك يا ابو حازم. عادي تاتي انا. دلوقتي هنعمل حاجه اسمها الشطيطه. الشطيطه دي عباره عن ايه؟ عن قوطه وفلفل. هنقطع القوطه وهنقطع الفلفل وهنحط عليه حبه زيت وحبه ميه اهوت. هنحط حبه زيت اهوت كده اهو يا لون اهي، وهنحط عليه حبه ميه كده اهو. وهنولع عليه. ولما تستوي القوطه شويه نروح طافين عليه، نحط حبه ملح كمان. ولما تستوي هنروح ايه اطفينا عليها. دي الشطيطه. والرز لسه بيستوي على النار اهو لسه. لما يستوي الرز ولما نخلص نبقى نقول لكم ايه اللي عملناه تاني. دلوقتي عملنا ايه الشطيطه، وعملنا القلقاس، وعملنا الرز. عملنا الشطيطه عملناها بالفلفل الحامي. نسيت اقول لكم الفلفل الحامي والفلفل الرومي واهي، وملح وحبه زيت وحبه ميه اسمها الشطيطه. دلوقتي عملنا ايه الرز والقلقاس والشطيطه. الف بهنا والشفا على بدنك يا ابو حازم. يلا يا لولو قولي الفزوره. فزورة النهاردة: حاجة بعد العصر ما تتباعش. حاجة بعد العصر ما تتباعش. اللي يعرفها يقول لي في الكومنتات. سلام.